السعودية ما طلعتش بتشتري بس لعيبة، دي كانت بتحاول تشتري جزيرة من أروع جزر العالم ب50 مليون دولار لتحويلها لمنتجع سياحي لأثرياء العالم من اللعيبة وغيرهم من رجال الأعمال، مشروع يجيب ذهب. بس ما وقفوش غير صاحب الجزيرة دي اللي اشتراها سنة 1962 ب 13,000 دولار بس. براندون جريشمو اشترى جزيرة مهجورة في سيشل ب 8000 جنيه استرليني أو ب 13,000 دولار. مش بس كده، ده استقال من وظيفته وقرر انه يعيش في الجزيرة دي للأبد. جريشمو كان شخص عادي جدا، شغال في جريدة في لندن كمحرر صحفي وتخصص في تغطية أخبار أفريقيا وتقارير عن الأدغال. لكن سرعة الحياة في لندن وحب للطبيعة خلاه يستقيل من شغله سنة 1962 وبيبيع كل ممتلكاته وبيشتري واحدة من ضمن 115 جزيرة في سيشل في المحيط الهندي واسمها ماين آيلاند، وكانت مجرد جزيرة مهجورة ما فيهاش أي وجود بشري إلا من تجارب بسيطة لبعض المستكشفين اللي قضى فيها أيام بسيطة وما لقاش فيها إلا قبرين لقراصنة مش معروفين وعدد كبير من الجماجم البشرية. لكن برغم ده كانت من أروع جزر المحيط الهندي من جودة النباتات وموقع الجزيرة، ومساحتها تقريبا 900 ألف متر مربع. وكان براندون مستعد يضحي بكل وقته ومجهوده لتحسين المكان ده للأفضل، الجزيرة المهجورة. وأول حاجة براندون فكر فيها إنه يختار مساعد ليه من السكان الأصليين لجزر سيشل، وواحد ليه تجربة استكشافية للمكان، يعني زار المكان وعاش فيه لأيام بسيطة، اسمه راني لافورت. وبدأوا مع بعض رحلة طويلة جدا من تنظيف الجزيرة وتهذيب أشجارها، وبدأوا يدوروا على توفير مصادر للغذاء مش بس ليهم، لا ده تفكير الناس العادية، ده ليهم وللسلاحف والطيور اللي عايشة في المكان اللي بتعتبره موطنها ومكانها الأصلي قبلهم كمان. ده غير إنهم زرعوا أشجار المانجا والبابايا وعدد كبير من الأشجار والنباتات النادرة اللي من الوارد إنها في يوم من الأيام يتم انقراضها. وخلال 30 سنة قدروا يحولوا الجزيرة المهجورة دي لجنة فيها 16,000 شجرة ومستعمرات ضخمة من أعشاش الطيور المهاجرة اللي هاجرت من الجزر المجاورة ليهم لتوفير أنسب بيئة ليها على الجزيرة. ده غير إنهم مهدوا 5 كيلومتر من الطرق والمسارات للزراعة وللتنقل بين أجزاء الجزيرة. مهنة براندون السابقة كصحفي ساعدته إنه ينشر أخباره وأخبار الجزيرة اللي حولها الجنة بين الصحف، وخصوصا لما قدر يوثق حياته في كتاب علشان يحكي مذكراته اسمه حبة من الرمال، قصة رجل واحد وجزيرة، واللي انتشر سنة 1996. وبعدها بشوية مقالات تحولت الجزيرة إنها تستقبل أعداد كبيرة من الباحثين والصحفيين والمطورين والمهتمين بمجال الزراعة وحتى السياح. بقت الجزيرة وجهة سياحية، واللي الزوار دايما بيسألوا براندون وبيقولوا له كنت بتحس بالوحدة؟ وكان رده إنه فعلا كان بيحس بالوحدة، بس لما كان عايش في شقته في لندن. ولكن بعد أكتر من 40 سنة من شغل براندون مع مساعده راني، براندون بيحس بالوحدة لأن راني بيموت سنة 2007. ساعتها براندون كان عنده 81 سنة، لكنه كان بيتمتع بلياقة بدنية عالية، وقال بعدها إنه بدأ يندم لأنه ما اتجوزش لحد دلوقتي. والحقيقة إنه لمدة سنين طويلة كان مشغول بحاجة واحدة بس، الجزيرة. في الوقت ده كانت الجزيرة بتحتوي على 2000 نوع مختلف من الطيور والحيوانات، وبتجمع تلتين الطيور المهاجرة من جزر سيشل ال115. وزي ما ملاحظين ان السعودية في الفترة اللي فاتت بدأت تتوسع وتشتري حاجات كتير مختلفة، جذبت الجزيرة انتباه امير سعودي واللي عرض على براندون انه يشتري الجزيرة مقابل 50 مليون دولار. الجزيرة دي اللي كانت بتحتوي على قبرين وجماجم بس، لكن براندون رفض وقال مش طموحه يحول الجزيرة لمزار للسياح الاغنياء، لكن نفسه انها تتحول لحديقة وطنية. وده بالفعل اللي حصل لما تحولت الجزيرة لحديقة وطنية سنة 2008، وبتجذب النهاردة عدد كبير من السياح من كل حتة في العالم. الغريبة بقى انه انتشرت اشاعات كتير حوالين الجزيرة دي، واتقال انه مدفون فيها كنز كبير لقراصنة مقدر بملايين، واتقال انه براندون كان عنده رغبة سرية كده في نفسه انه يلاقي الكنز ده، لكن من الواضح انه ملقاش حاجة، ومش فاهمين الاشاعات دي مصدرها ايه، لانه من الوارد جدا تكون طريقة من طرق التسويق للجزيرة نفسها. لكن لما سألوا براندون عن هدفه من تحويل جزيرة ماين لجنة وحديقة وطنية، قال انه هدفه بس انه يعيش في بيت مريح مش اكتر. ومات براندون جريشمو سنة 2012 وهو سايب وراه جنة علشان يدي للبشرية كلها درس مهم، انك تقدر تحول التراب لذهب.